تخيلوا بقى ان كل السنين دي احنا مضحوك علينا في ايه يا ترى؟ اتضحك علينا لما اتقال لنا ان مدينة الاسكندرية اسسها الاسكندر الاكبر، ومدينة القاهرة اسسها جوهر الصقلي. لكن بقى الحقيقة غير كده خالص. بالنسبة لمدينة اسكندرية كانت في الأصل تسمى راقودة، وأسسها قدماء المصريين قبل الإسكندر بآلاف السنين، وكانت ميناء تجارة وصيد، وكان فيها فنار الملك للسفن اللي اتحرف اسمه بعد كده باليونانية لفاروس. لكن كل اللي عمله الإسكندر إن هو أمر بإنشاء حي جديد عشان تكون مقر حكمهم في مصر، وأطلق عليه اسكندرية نسبة لاسمه. أما بقى القاهرة بمناطقها الموجودة حاليا موجودة أصلا قبل جوهر الصقلي، وبرضه أسسها قدماء المصريين، والأهرامات في الجيزة وسقارة وغيرها كتير. فكانت منطقة المطرية وعين شمس وبعض المناطق مدينة مزدهرة جدا ومنطقة معابد. كل ما كنا نحفر في القاهرة كنا بنلاقي آثار عمرها آلاف السنين. وبعد كده في العصور اللاحقة أطلق اليونانيين اسم هليوبلس على شرق القاهرة، ولما دخل عمرو بن العاص طلب من المصريين إنشاء الفسطاط، وكانت المدينة موجودة في العصر الروماني وفيها حصن بابليون وكنايس ومباني كتير قوي. وكل اللي عمله جوهر الصقلي في العهد الفاطمي هو حي جديد وسماه بالقاهرة الفاطمية أو قاهرة المعز، بفلوس وأيادي مصرية، زيه زي الخديوي إسماعيل اللي عمل وسط البلد، وزي مبارك اللي عمل القاهرة الجديدة مثلا، وكتير من الحكام اللي أضافوا أحياء لمصر. فازاي بقى الناس بتدعي إن جوهر الصقلي هو اللي أسس القاهرة وإن عمرها 1000 سنة بس؟ عرفتوا بقى إن إحنا اتضحك علينا؟